السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم جيت نبدل الماء ديال الشرابة للدجاج ديالي. كنتفاجئ نيت، حيت دابا نقول لكم شهر هادي ما نيطويتهاش، كنعمر الماء فوق الماء بصافي. جيت نشونجي الماء تنلقى شي حشرات، شكل شي حاجة بحال شي دود مشعر. انا نوري لكم في الفيديو. المهم تجنبت نعطيهم يشربوا من ديك الشرابة، خليتها تنشف ونيطويتها مزيان، و عطيتهم يشربوا في هاد الطاسة هادي، ودرت ليهم شوية ديال الخل مع الحلبة. انا ما سمعت من عند شي اخوان في شي فيديوهات انه كينيطوي الامعاء ديال الدجاج، حيت دابا الدجاج ديالي باين غادي يكون شارب من ديك الحشرات، داك الديدان اللي كانوا في داك الماء اللي نقولوا معفن نيت. راني تنقولها بديامات البيض ناقص، غير بيضة يوميا. كما قالوا لي بعض الاخوان انه بحال دوك الحشرات ودوك الديدان وهذا ملي كيدخلوا للجسم ديال الامعاء ديال الدجاج يتغداو من دوك البروتينات. اصلا البيضه ماشي تكون من البروتين، يعني تا ما تخليوهاش تستافد من الأغذية اللي كتاكل كاملة، ما كتستافدش منهم. الأغذية كتبقى هزيلة وضعيفة، وما كتبان، ما كيبان فيها، ما كتصحاح، ما كتبيض، يعني كتبقى هكاك وصافي. يقدر كاع يأثر على هداك الشي بعض الخطرات، يدي لها الوفاة، لا قدر الله. هذا هو الفيديو ديالنا الإخوان، مرحبا بكم عندي في القناة، دجاجكم فوق السطح. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. والفيديو ديال الحشرات غنديروا لكم المور هذا إن شاء الله بحول الله ضروري. يا الله، نهاركم مبروك.